أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص في تفاصيل يوم غريب جدا حصل في اسكندرية السبت اللي فات 31 مايو 2025. المصادر اللي بنبص عليها النهاردة بتتكلم عن حاجتين حصلوا ورا بعض. تقلبات جو عنيفة جدا، وبعدها بالليل ضوء غريب قوي ظهر في السماء. عايزين نفهم بقى إيه اللي حصل بالظبط، وهل في أي علاقة بين الموضوعين دول؟ فعلا هو التزامن ده هو اللي خلى الموضوع مثير للتساؤلات والجدل كمان. خلينا نمسك كل حاجة لوحدها كده ونشوف. تمام، نبدأ بالطقس. المصادر بتوصف موجة مش طبيعية خالص لآخر مايو. أمطار رعدية كتير قوي، ورياح كان سرعتها فوق ال60 كيلومتر في الساعة. متخيلة 60 كيلو دي سرعة عالية جدا طبعا. أيوة، ومعها برق ورعد طول الوقت، والمفاجأة بقى اللي هو نزول تلج، كور تلج. هي دي النقطة. نقطة التلج دي مهمة قوي لأنها بتوضح قد إيه الحالة دي كانت استثنائية بجد في التوقيت ده بالذات في اسكندرية. نادر قوي يحصل في مايو، صح؟ نادر جدا جدا. ده بيحتاج ظروف معينة قوي في الجو، وده بيأكد التحذيرات اللي كانت طالعة أصلا من الأرصاد عن عدم الاستقرار. ودرجات الحرارة كمان نزلت بشكل واضح، يعني العظمى 27 والصغرى 19. فرق كبير، وطبعا ده أثر على الأرض. الموج كان عالي أكتر من متر ونص، والمرور طبعا اتأثر جدا. أكيد. طبيعي. الموضوع ما كانش سهل وعشان كده المحافظة أعلنت حالة الطوارئ ورفع الاستعدادات، وحتى الدراسة والامتحانات وقفوها احتياطي طبعا ده إجراء طبيعي ومتوقع في ظروف زي دي، خصوصا إنها غير معتادة في الوقت ده. وكان في تحذيرات للناس بقى: خليكوا في البيت، بلاش عندنا النور والشجر، أجلوا السفر لو مسافرين وكده. مظبوط، إجراءات سليمة. ده بيفكرنا إن الطبيعة ممكن تفاجئنا بقوتها. طيب ده كان الجو. نيجي بقى لليل والناس لسه بتحاول تستوعب اللي حصل ده. ظهرت حكاية تانية خالص. ناس كتير شافوا وميض أزرق كده قوي في السماء، ظهر واختفى بسرعة. إيه ده بقى؟ هنا بقى بندخل في حتة فلكية شوية. بصي، التفسير العلمي الأرجح واللي موجود في المصادر إن ده كان كرة نارية أو شهاب ساطع. كرة هارية يعني نيزك؟ بالظبط، حتة صخرة جاية من الفضاء دخلت الغلاف الجوي بتاعنا بسرعة رهيبة جدا، فطبعا مع الاحتكاك بالهواء ولعت واحترقت. طب واللون الأزرق ده بالذات ليه أزرق؟ اللون ده بقى بيبقى على حسب المكونات الكيميائية للنيزك نفسه. المصادر بتقول إن اللون الأزرق أو الأخضر المزرق ده غالباً بيبقى سببه عنصر المغنيسيوم. المغنيسيوم. أيوة، المغنيسيوم ده لما بيحترق في وجود الأكسجين والنيتروجين اللي في الهواء بيدي الوهج الأزرق أو الأخضر ده. وهنا برضو نقطة مهمة عشان الناس تطمن: إن يازك اللي بالحجم ده غالباً بتتفتت خالص وتحترق تماماً قبل ما توصل للأرض بكتير، يعني مفيش خطر منها في العادة. تمام، بس استني. في ناس على السوشيال ميديا وكده قالوا لأ، اللون كان بنفسجي أكتر، أو يمكن أزرق على بنفسجي. ده ممكن برضو ولا يغير التفسير؟ لا لا، عادي جدا، وممكن وما يغيرش التفسير الأساسي. زي ما قلنا اللون بيعتمد على إيه اللي بيتحرق. المغنيسيوم بيدي أزرق أو أخضر. لو النيزك فيه كمان مثلا كالسيوم أو بوتاسيوم، اللون ممكن يميل للبنفسجي أو درجة من درجاته. وكمان التفاعل نفسه مع النيتروجين والأكسجين بتوع الهواء ممكن يضيف لمسة بنفسجية. فلون أزرق بنفسجي ده مش غريب ومتوقع برضه. فهمت. يعني حسب الكوكتيل الكيميائي بتاع النيزك نفسه. بالظبط كده. طيب، نيجي بقى للسؤال اللي عمل قلق لناس كتير. هل الوميض ده سواء بقى كان أزرق أو بنفسجي له أي علاقة بالزلازل؟ يعني ممكن يكون علامة إن في زلزال جاي؟ لا، الإجابة القاطعة من كل المصادر العلمية اللي معانا: لا، مفيش أي علاقة علمية خالص بين نيزك بيحترق فوق في السماء وبين الزلازل اللي بتحصل تحت في الأرض. دول نظامين مختلفين تماما. بس بسمع عن حاجة اسمها أضواء الزلازل دي، earthquake lights. أيوة، الظاهرة دي موجودة فعلا بس نادرة قوي، وشكلها ومصدرها مختلفين تماما عن اللي حصل ده. أضواء الزلازل دي ال EQL دي ومضات بتحصل قريبة قوي من الأرض، مش فوق في السماء. تحت يعني؟ أيوة، وغالباً بتكون مع الزلازل القوية قوي، يعني فوق 5 أو 6 ريختر. والتفسير الأقرب ليها إنها كهرباء، شحنات كهربائية بتطلع من الصخور نفسها وهي تحت ضغط رهيب قبل أو وقت الزلزال. شكلها كمان مختلف، بتبقى زي أنوار منتشرة كده، أو زي الشفق القطبي بس تحت، مش خط نار نازل بسرعة زي النيزك.
تمام، يبقى الشكل مختلف والمصدر مختلف والارتفاع مختلف. بالظبط، كل حاجة مختلفة. فاللي اتشاف في اسكندرية ده يعني بنسبة تكاد تكون 100% كان نيزك بيحترق. وموضوع الزلازل ده يعني مجرد إشاعة أو رابط الناس عملته، لكن ملوش أساس علمي. ماشي، يبقى كده الصورة وضحت. اسكندرية يوم السبت ده شهدت حدثين ورا بعض. الأول كان طقس سيء جدا ونادر في توقيته، والتاني كان ظاهرة فلكية اللي هي النيزك اللي نور السما ده. والنقطة الأهم بقى إن الحدثين دول علمياً منفصلين تماماً. لا الجو الوحش جاب النيزك، ولا النيزك ده معناه إن في زلزال جاي. تمام. وكنقطة أخيرة كده للتفكير، يعني لما حدثين طبيعيين مش معتادين زي دول يحصلوا في نفس اليوم وفي نفس المكان، ده بيخلينا نفكر سبحان الله في فكرة الصدفة في الطبيعة. وكمان إزاي إحنا كبشر يعني بنميل دايماً إننا نحاول نلاقي روابط أو تفسيرات، حتى لو الأحداث دي ملهاش علاقة ببعض فعلاً. دي طبيعتنا، بنحاول نفهم اللي بيحصل حوالينا حتى لو ربطنا خيوط غلط أحياناً. نقطة مهمة فعلا للتأمل. بكده نكون وصلنا لنهاية تحليلنا النهاردة. شكرا جزيلا.